واحد بيحب سيدنا الحسين، ايه مزعلك انت في كده؟ قوم يجيب له آية نزلت في واحد كان بيعبد صنم. يا راجل حرام عليك، ايه اللي بتعمله ده؟ دي بدعة. ده هذا الاسلوب في استصدار الفتوى من كبريات البدع التي تؤدي الى الضلال وتدخل صاحبها النار. انك تتهم مسلم بالكفر او تصوغ له آيات ما نزلت في اهل القبلة ولا نزلت في الموحدين اطلاقا. يقول لك اتخذوا من دون الله آلهة. هو انا بعبد الحسين؟ انا بحبه. انت فهمتها كده، انا فهمتها. قل لا اسألكم علي اجرا الا المودة في القربى. انا بطبق قول الله الا المودة في القربى، انا بحبه. فرق بين ان اعبده اللي نزلت فيها ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده واحد ليه طقوس معينة بيتعبد لحجر. انما واحد بيحب واحد اكراما لخير البشر، ده من كبريات علامات ودلالات الايمان يا عباد الله. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يبص كده لسيدنا الحسن ويقول اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه. يعني ايه؟ قال يعني ده خلى سيدنا النبي كان بيتعبد الى الله بحبه للامام الحسن. ان بدا بعض الجهلات من بعض الناس يقول وافعال العوام تعد لغوا ولا حكما لجهل الجاهلين. هل كان في على ايام النبي حاجه اسمها صوفيه؟ ما كانش المصطلح في عهد النبي، كما لم يكن على عهد النبي علم اسمه علم مصطلح الحديث، ولا كان عنده حاجه اسمها فقه مقارن ولا علم التفسير ولا علم النحو. اذا ما كانش على عهد النبي تلك المسميات بمصطلحاتها، لكن معانيها كانت موجودة. الزهد في عصر النبي كان ايه؟ زهد فطرة. كان صلى الله عليه وسلم قدم إليه إناء فيه عسل بلبن، مفيش حد حرمه، حلال. النبي عليه الصلاة والسلام مسك كده قال له لا إله إلا الله، أو يأكل المسلم إدامين في إناء واحد، عسل ولبن مرة واحدة. يبقى الزهد في حياة الناس دول كان فطرة. فلما تقدمت الإسلام واتسعت رقعة المسلمين وانفتحت الدنيا على الناس، احتاج ذلك إلى علم يعود بالروح إلى أصل الزهد، إلى أصل الحب، إلى أصل الأخلاق. ولذلك لما جم يعرف التصوف قالوا هو الخروج من كل خلق دني والتشبث بكل خلق علي. أي حاجة وحشة نسيبها والحلو نتمسك بيه. إيه كمان؟ قالوا التصوف كلمتين: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. تزكية النفس مذكورة في القرآن، مذكور. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن هذه أمور لها أصول غير مصطلحية ثم اصطلح لها اصطلاح. وبلاش تصد السائرين إلى الله، دي شارد إلى الله خير من عبادة سنة. واحد ربنا كان وقته كله مشغول بالقهوة، قابل شيخ اداله سبحة يسبح. انت كده شيطان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. انت مش خايف من ربنا؟ المجازفة بالتكفير أمر خطير جدا. هو أنا لما بحب شيخ من المشايخ وأسعى إليه، أنا ما بسعاش لمبناه، مبناه زيه حتة لحمة وطينة وشط تراب، لكن الجوهر الجواني بيدل على الله. أنا في الحقيقة ببحث عن الله.